بماذا تشتهر نيجيريا؟ جمهورية نيجيريا الاتحادية وهي دولة كبيرة جدا، وصنفها علماء الجغرافيا على أنها من أكبر دول قارة أفريقيا. إن لم تكن هي الأكبر، يبلغ تعداد السكان الذين يعيشون فيها حوالي ما يقارب 154 مليون نسمة، وهذا عدد لربما كان معقول بالنسبة للمساحة الجغرافية التي تمتلكها الدولة. كما أن نيجيريا تحتوي على نهر النيجر الذي يقع في منتصف الدولة، ومن هنا أخذت نيجيريا تسميتها، ويعود الفضل في تسمية النيجر بهذا الاسم إلى الملكة فلورا، وهي زوجة أحد أكبر الإداريين الاستعماريين البريطانيين، حيث إن نيجيريا كانت تعاني من الاستعمار البريطاني لفترات طويلة، ولكنها في النهاية حصلت على استقلالها في سنة 1960 ميلادياً. بماذا تشتهر دولة نيجيريا؟ تشتهر دولة نيجيريا وتمتاز بأنها تحتوي على عدد كبير من اللغات، ومنها لغة الهاوسا والفولاني واليوروبا والإيجاو والكانوري والتيف، ولكن تحتل اللغة الإنجليزية على أكبر مساحة من اللغات المنتشرة في تلك المنطقة، كما أنها اللغة المعتمدة في جميع المدارس والكليات، ولكن تبقى اللغة الإنجليزية صعبا نوعا ما على السكان هناك، حيث إنهم يستخدمون 3 لغات، وهي الهوسا واليوروبا والآيكبو. كما أن نيجيريا تشتهر بأنها دولة ثنائية الديانة، حيث أنها تحتوي على ديانتين أساسيتين، وهي الديانة الإسلامية التي تشكل نسبة 50.4% من سكان الدولة، أي النصف، بينما المسيحية تشكل نسبة 49.2% من السكان. ويتمركز السكان المسلمون في المناطق الشمالية للدولة، كما أن أغلبية المسلمين هناك هم من أهل السنة، مع وجود عدد قليل جدا من الشيعة، كما أن هناك حرية كبيرة في اعتناق الديانة التي يرغب بها كل شخص، فلا يقيدهم أي أمر أو أي شيء. كما تمتاز نيجيريا بأنها تحتوي على العديد من المناطق الخلابة التي جعلت من